السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ وتدابير مينا. نرحب بجميع المشتركات واللي راهي تشوف الفيديو لأول مرة. نتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة تاع لي تارتولات، وصفة بزاف بنينة خفيفة وناجحة من أول تجربة. هاد الوصفة العجينة تاعها بزاف اقتصادية، وثاني لاكريم تاعها تجي بزاف خفيفة اللي هي كريم باتيسير، وناجحة كيما قلت لكم من أول تجربة. وثاني تشد لكم لا فورم كيما راكم تشوفوا. تبعوني للأخير باش نتعرفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. في باسينة صغيرة نبدا نخدم هنايا العجينة تاعي. عندي نص كاس تاع سكر ناعم اللي هو سكر طب، زدت عليه نص كاس تاع الزيت، بنفس الكاس عبرت الكاس اللي نبدا بيه نكمل بيه. عندي حبة تاع بيض هنايا زدتها على المكونات. عندي مغرفة صغيرة تاع لافاني ونخلط كل شي مع بعض. هنا نخلط هاد المكونات حتى ينسجموا لي، غير بالفوي كيما هكا ولا بالمغرفة ولا بيديكم كيما تبغوا، كل وحدة تخلط بواش تبغي. كي نخلط قاع مليح هكا ونحس الخليط تاعي صاي ولا متجانس ودخل في بعضه، هنا نروح نضيف الفارينة. هنا نبدا ندير تدريجيا ونشوف. انا درت حوالي نص كاس، درت رشة صغيرة تاع خميرة الحلويات، واحد نص مغرفة صغيرة هكاك. مانيش باغية لي تارتيلات تاوعي يتنفخوا برك باش يجوكم خفاف ويجو طرايا، هذا مكان ما تكثروش الخميرة الكيميائية باش ما يتفتوكمش وما يجوكمش متنفخين بزاف وتخسر لهم الشكل في الكوشة كي طيبوهم. بقيت نزيد في الفرينة كيما هكا تدريجيا، ومن بعد لميت العجينة تاعي بقوام تكون كيما القوام تاع الصابلي، يعني العجينة تاعكم تكون كيما العجينة تاع الصابلي. شوفوا هنايا راهي طرية بصح ما راهيش تتلاصق. نحيت العجينة هنا كيما هكا جانبا، ديت منها غير شوية. وهنا بغيت نوريلكم الطريقة تاعي في تشكيل لي تارتولات باش ما يتكسروكمش. شوفوا ديت غير كويرة صغيرة، حليتها بالحلال هكا تكون شوي خشينة، ومن بعد رفدتها هكا بكل بساطة وحطيتها في المول. بالنسبة لليمول تاوعي، انا ليمول هنايا ندهنهم بالزبدة، وانتوما اللي تعرف ليمول تاوعها ما يلصقوش ما تدهنهمش عادي. انا بالنسبة ليا ليمول تاوعي ما يلصقوش بصح نفضل اني ندهنهم بالزبدة باش نيفيتي كاع هذاك الساق تاع من بعد. نبقى بيديا كيما هكا نسقم فيهم ونضغط عليهم حتى نرقق كاع العجينة تخرج لي من الأطراف. نجيب الموس وندير هاد الحركة من فوق باش تعطيني هذاك الشكل من فوق، يعني باش تبقى لي محافظة على هذاك التدرج تاعها من فوق ويجيكم شكلها متحوف كيما هكا بهاد الطريقة. وين نحس بلاصة مازالت خشينة نزيد نضغط عليها ونطلعها، ومن بعد نقص الأطراف بالموس كيما هكا. نزيد نخدم معاكم الحبة الثانية باش تفهموني أكثر. جبت غير شوية تاع العجينة كيما هكا، كرية صغيرة حليتها بالحلال، ماشي نحلها رقيقة بزاف، غير شوية كيما هكا تكون مازالها خشينة. نرفدها بيديا، شوفوا راهي تترفد بكل سهولة. نحطها في المول اللي كنت دهنته بالزبدة ونبقى نضغط عليها كيما هكا، نحيلها هذوك الجوانب الكبار بزاف، ومن بعدها نبقى نسقم فيها بصبعي كيما هكا مع الأطراف نضغط، ومن الوسط حتى نخرج لها كاع الزائد تاع العجين بهذه الطريقة. وبعد ما نطلع كاع الحبة تاعي ندير بالموس كيما هكا باش يبقى لي شكل كيما قلت لكم متحوف، والحبة تاعكم تجيكم نقية. التشكيل تاع هاد لي تارتولات نظن بلي راه ساهل واي وحده تقدر تشكلهم بهاد الطريقة. نجيب هنايا فرشيطة ونثقبهم مليح. هنا ضروري انكم تثقبوهم مليح باش من بعد يتنفسوكم غاية. نثقب كاع لي تارتولات وانا نكمل العجينة تاعي كاع نخدمها بنفس الشكل والطريقة، ونحطها جانبا كيما هكا ونروح نخدم الكريمة تاعي. بالنسبة للكريمة عندي هنايا نص لتر تاع حليب، يعني نص لتر تاع حليب عبرتها كيما هكا، زدت عليها نص كاس تاع السكر ونص كاس تاع النشا اللي هي المايزينا، ونزيد عليهم حبة تاع البيض. هاد الكريمة بزاف بنينة وخفيفة، وتجيكم كيما قلت لكم كيما تشكلوها بلابوش تتشكل لكم، يعني تجيكم ناجحة من أول تجربة. نحاول نضرب هذيك حبة البيض في الحليب كيما هكا ونحل كاع المكونات حتى يذوب لي السكر والمايزينا. نحطها فوق النار متوسطة ونبقى نخلط كيما هكا، ما نحيش كاع يدي، نبقى غير نخلط حتى تولي لي كريمة بهذا الشكل، يعني وتخثر لي وتولي لي ثقيلة. في هذه الأثناء الكريمة تاعي نروح نديها ونجيب هنا زوج مغارف صغار نتاع لافاني نزيدهم عليها. هنا خلطتها غير شوية كيما هكا، ومن بعد ضفت عليها كيما قلت لكم زوج مغارف صغار تاع لافاني بودرة.
أنا درتها اليوم بذوق الفاني، اللي تبغي دير لها ذوق وحداخر دير لها هذاك العطر، كاين اللي عطر الفراز، كاين عطر البنان، كل وحدة العطر اللي هي تفضلو. خلطتها مليح مليح وندخل قاع هذيك لافاني هنايا وهي سخونة، ومن بعد اش ندير، نحي الفوي تاعي ونروح نغلفها باش نخليها تبرد. هاد الكريمة جربوها اقتصادية وتعطيكم كمية كبيرة وتصنع لكم لي تارتيلات تاعكم ما يحشموكمش، يجيو بزاف بزاف شابين. جبت هنايا ورق شفاف ولا بابي سيلوفان كيما هكا درتو، ولازم يكون ملامس لسطح الكريمة، يعني حتى يتوشيها هذاك البابي وضغطوا عليه بيديكم كيما هكا باش تأكدوا بلي توشى الكريمة. حطيتها في الفريجيدار تبرد، وهنا لي تارتيلات تاوعي درتهم تاني يبردوا واحد 10 دقايق في الفريجيدار قيس ما صنعت الكريمة. كي نحيت الكريمة من يدي لقيتهم شوفوا باردين محافظين على الشكل تاعهم، لازم ديروهم في الفريجيدار باش كي ديروهم في الفور ما يهبطولكمش. كان الفرن تاعي مسخن 5 دقايق من قبل ودخلتهم يطيبوا، درتهم نار متوسطة حتى تحصلت على هاد النتيجة. أنا طيبتهم غير من تحت، كي حمارولي شعلت لهم واحد ل5 دقايق من الفوق برك ونحيتهم. شوفوا اللون اللي تحصلت عليه، شوفوا هاد اللون الدوغي بزاف بزاف شباب، وممكن تنحوهم من المول يسنحها لكم بكل سهولة. شتو أنا الحبة غير نحيتها واسات. جاية كي تخرجوهم من الفور لازم تخلوهم يبردوا باش تنحوهم من الفور، كيما نقولوا باش تضمنوا بلي ما يتكسرولكمش ولا كيما هكا. هما اون tous les cas ما يتكسروش، بصح أنا نخليهم حتى يبردوا باش نديموليهم. هنا بعد ما بردت لي الكريمة تاعي مليح مليح، شوفوا كيما هكا وجمدت يعني شدت روحها غاية. هوتها هنايا في بول، ومن بعدا نروح نضربها بالباتير. هنا الكريمة تاعكم نضربوها بالباتير باش تخفاف وتطلع ونقدروا نشكلوها بلابوش كيما نبغوا. هنا جبت الباتير وقعدت نضرب فيها واحد 2 دقايق ولا 3 برك حتى ولات لي بهذا الشكل. جبت لابوش تاعي كيما هكا ودرت فيها هذاك الشكل المسنن اللي من تحت، ومن بعد بديت نعمر في الكريمة تاعي كيما هكا حتى للفوق، حتى نعمر كاع لابوش تاعي باش نخدم على خطرة. انا هاد الكريمة دارت لي كاع لي تارتولات ديجا وزيدت لي منها. نهود كاع هذيك لاكريم تحت باش نضمن باللي الداخل ما فيهاش النفس. تستيتها كيما هكا غير شويه ونبدا نعمر في لي تارتولات. شوفوا هنا كيف راني نشكل فيها، شوفوا الشكل تاعها كيف راه شباب، اي تبان خفيفه بلا ما نزيدوا لها كريم شانتيي بلا ما نزيدوا لها زبده بلا والو، غير لا كريم باتيسير. شوفوا كيفاش تجيكم شابه. انا هنا درت زوج اشكال، درت هذاك الشكل الاول مدور، والشكل الزاوج درت كيما هكا غير دي غوزا صغار ولا وردات صغار. درت هكا 4 ومن بعد بقيت نزيد لهم في الوسط وحدين صغار. كي درتهم قاع كيما هكا نروح نزينهم هنا بواش نبغي، كل وحده تزين بواش عندها. تقدروا ديروا لهم اي نوع تاع فواكه تبغوه، كيما تقدروا ديروا لهم غير شويه تاع مكسرات من الفوق. انا كانت عندي هنا شويه تاع التشينا، شويه تاع التفاح، شويه تاع الفراز. هنا الفراز تاعي كانت كونجلي، كانوا عندي غير حبات كونجلي، زينت بهم. قطعتهم بهذا الشكل كيما هكا ودرت تزيين عشوائي. درت هكا شغل براج صغار وبديت نستف فيهم عشوائيا، ما تقيدش بشكل معين. وانتم كيما قلت لكم كل وحده تحط اللمسه تاعها في لي تارتولات تاعها كيما تبغي. كاين اللي تبغي دير كيوي، كاين اللي تبغي دير التوت، كاين كل وحده اش تبغي، كاين اللي يزينوها بالانانا بالليمون. نتوما وما عندكم اللي يفروي في الدار. انا اكتفيت بهاد 3 انواع تاع الفاكهه كيما هكا وزينتها كاع بهذا الشكل، وها هو شكلها النهائي. في الاخير انا درت لها كيما نقولوا طليت لهذيك الفاكهه، درت لها كيما هكا غير شويه تاع السل يكون ثقيل وابيض، درتو لها من الفوق مسحت كاع الوجه تاع لي فروي. نتوما اللي عندها ناباج دير ناباج، اللي ما عندهاش دير غير العسل كيما انا، يبقاو محافظين على اللون نتاعهم. هذا هو الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم. ما تنساونيش بلي جيم والكومونتير، والى اللقاء.